السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض احلى باتيه ممكن تاكليه في حياتك باسهل طريقة جدا، احسن من بتاع الافران واوفر بكتير. طبعا قبل ما نشوف المقادير وكمان نشوف طريقة التحضير نصلي بينا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. زي ما احنا شايفين طبعا قدامنا الباتيه بيتكلم عن نفسه، يعني واضح جدا ان هو ما شاء الله لا قوة الا بالله، جميل جدا وهاش ومورق، هش جدا ومورق وطري جدا زي ما احنا شايفين كده، ما شاء الله. شايفين؟ يعني انا مش قادرة اوصف لكم جماله. يلا نشوف مع بعض المقادير. انا طبعا المقادير معايا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدام، وكمان معايا معلقتين لبن بودرة، وكمان معايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان معايا كيس من الخميرة، ومعايا 3 معالق من السكر، وكوباية مية من الدافية، كوباية مية دافية، ربع كوباية زيت، ومعلقة خل كبيرة. تمام كده. حابة طبعا تستبدلي المية دي بلبن، ده على حسب اللي انت عايزاه. انا دلوقتي كل اللي هعمله هحط المية والخميرة والسكر واسيبهم على بعض لغاية لما يختمروا كده. هحط الدقيق والمكونات الجافة كلها مع بعض وهقلبها، وبعدين هروح نازلة بالزيت بتاعي، وكمان هنزل بالمية اللي هي عليها الخميرة او الخميرة بتاعتنا. تمام كده. بعد ما اختمرت وعرفت ان هي ما شاء الله لا قوة الا بالله شغالة، وهدعك او هعجن، يعني ايه، على قد ما تقدري عجني. طبعا هي هتاخد منك ميه على حسب ما تاخد منك ميه. وحطيت معلقه الخل، وحطيت كمان ربع معلقه ملح. تمام كده. دي الكوبايه التانية. الكوبايه الاولانيه اللي فيها الخميره، دي الكوبايه التانية لسه طبعا محتاجه. خدت كده مني كوبايتين. دي الكوبايه التالتة هحط ربع كوبايه ميه، انا مش عايزاها بتلزق. شايفينها هي عامله ازاي؟ هي كده مش عايزه ميه تاني، هي كده عايزه عجن. هعجن فيها مده لا تقل عن 10 ل15 دقيقه. تمام كده. وهعجن فيها لغايه لما الاقي الملمس بتاعها ناعم كده. هحط شويه زيت على وشها وهسيبها تختمر، وهوريها لكم بعد ما تختمر. طبعا ما شاء الله لا قوه الا بالله شكلها بعد ما اختمرت. انا طبعا هلمها. شايفين هي ما بتلزقش خالص زي عجينه الفينو. دلوقتي انا هقسم العجينه بتاعتي دي لجزئين، وهفردها بالنشابة بتاعتي. يعني ايه، حاولي تفرديها كده مش مدورة، حاولي تفرديها مستطيلة كده. وهيكون معايا زبدة بدرجة حرارة الغرفة، هدهنها كويس جدا. هفردها على كل الجوانب، وهقطع قدام بعض كده زي ما انتوا شايفين، يعني مربعات قدام بعض. تمام كده. كل اللي انا هعمله، هعمل ايه دلوقتي؟ انا هنطبق ازاي يا دودو؟ هوريكي دلوقتي. هنطبق دي قصاد دي ونفرد. شايفين الحتة دي؟ ايوه، نفردها كده. واجيب الناحية التانية دي قصاد دي. احنا هنعملها زي ظرف كده، يعني هنفضل واحدة وواحدة واحدة وواحدة، وبعدين التانية دي في النص. تمام كده. وهحط بقى التانية كده برضو وعليها، والكمية بقى بتاعتي لغاية لما تخلص، او العجينة بتاعتي لغاية لما تخلص. وبعدين هحطها في التلاجة 10 دقايق ترتاح، عشان الزبدة بتاعتي ما تطلعش من العجين وانا بفرده مرة تاني. الطريقة دي اللي هي دودو علشان خاطر دي بتاعت التوريقة بتاعتنا. تمام كده. دي التوريقة بتاعتنا. انا هفردها بالراحة. شايفين بقى الهوا وشايفين الفقاعات ديت؟ دي من نجاح العجين. انا طبعا فردتها. كل اللي هعمله دلوقتي، حابه بقى تقطعيه زي الكروسون. تمام. حابه تقطعيه باتيه، انا قطعته باتيه. وفي برضو اشكال كده هقطعها ايه زي الكروسون. انا هحشيه ايه؟ هحشيه جبنه براميلي اللي هي بالفلفل. تمام كده. عشان دي يعني بتبقى طعمها حلو جدا فيها. وهقفل العجينه بتاعتي. بس اهم حاجه وانت بتقفلي، اقفلي من الجنب عشان خاطر الجبنه بتاعتك ما تطلعش وانت بتسويها، وتشدي وانتي بتلفي كده. شايفين ما شاء الله. وبرده في الاخر كده نقفلها كويس جدا جدا، ونحطها على المكان اللي احنا قفلناها منه. دي طبعا اختمرت اول حاجة. انا طبعا الوش بتاعي هيحتاج بيضة كاملة، مش صفار بيضة، وعليها معلقة خل. شايفين بقى الحاجات الصغيرة دي؟ جانا بنت اللي كانت عاملاها. انا طبعا هدهن بقى وشهم. وكمان هيكون طبعا مسخنه الفرن كويس جدا، وادخلهم الفرن على درجه حراره عاليه، وهنشوف مع بعض ما يطلع. شايفين بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله. اول لما يطلع ننطر على وشه كده شويه ميه ونغطيه بفوطه علشان خاطر يفضل طري كده وجميل ومورق وطعمه فظيع. طبعا تحطيه في الفريزر وتطلعي منه تسخنيه في الميكرويف اكنه لسه جايباه حالا. مع السلامه في يوميات دودو جديده. استنوني في فيديوهات جديده. مع السلامه.